السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم على البوست على الفيسبوك اللي منزله لكم القطعة دي بطريقة سريعة جدا، أنا هنا بقى هحلها لكم بالشرح والتفصيل وكل حاجة. خليكي معايا عشان حاجات مهمة جدا هتستفادي بيها كي جي 1 كي جي 2 أولى ابتدائي. أول حاجة لازم تقرأي القطعة زي ما قلت لكم على الفيسبوك. ذهب حازم وسليم إلى الحديقة. الناس اللي بتقول لي الفيسبوك بتاعك اسمه إيه؟ مس إيمان الصح. طيب ذهب حازم وسليم إلى الحديقة، أنا كده قرأتها مرتين زي ما قلت لك قبل كده. أنا عايز أطلع من هنا اسم يعني شخص بيتكلم أو كلمة فيها ألف ولام. تعالي يا مس إيمان، يبقى أكتب حازم أو أكتب سليم أو أكتب الحديقة. طب هتكتبي مين في كل ده يا مس إيمان؟ براحتك، أنا بقول لك على الحل وأنت اشتغل براحتك. أنا وليكن هكتب حازم. عايزه يا مس ايمان فعل. الفعل هنا مين؟ الفعل كلمه الفعل يعني حاجه ما بتتعملش. حازم ما ينفعش، سليم ما ينفعش، الحديقه ما ينفعش عشان فيها الف ولام. يبقى هاخد كلمه ايه؟ هاخد كلمه ذهب، حاجه انا بعملها. طب ذهب دي يا مس ايمان نوعها ايه؟ بصي بقى معايا، مش دي 3 احرف؟ 3 احرف. طب دي اولها الف؟ لا يا مس ايمان، يبقى فعل ماضي. ده العادي بتاعنا في الاول بنوريها لاولادنا كده. ذهب فعل ماضي. طيب تاني حاجة ألف لينة. ألف لينة يعني كلمة آخرها ياء والزاء وفيها ألف صغيرة وبنطقها ألف، ودي هشرحها لكم لو عايزينها. اكتبوا لي في التعليق وأنا أكتبها لكم. حرف عطف معروف الواو، وده بنديه الكي جي 1. حرف قطع يعني حرف رافض أو عضاد. والله يكرمك ما تقوليش حرف رافض أو عضاد، لا أنا بقول حرف قطع اللي هو مين؟ الواو والزاي والزال، كل ده معانا. أنا وليكن هكتب إزاي. عايزه لام ونوعها. لام دي يا مس ايمان يعني كلمه فيها الف ولام، محدش يفهمها غلط ان هي لام كده، لا. اللام يعني كلمة أولها ألف ولام. ممكن نقول كلمة بها ال وممكن نقول كلمة بها لام، دي بتيجي في الامتحان بالشكلين دول. يبقى أكتب الحديقة. نوعها إيه يا مس إيمان؟ لام إيه؟ كان في بقى لو عايزين شرح اللام الشمسية والقمرية اكتبي بس في تعليق عايزين شرح اللام الشمسية والقمرية. هنحذف الألف واللام ونعمل حاء موجودة في حروف اللام القمرية موجودة، يبقى نوعها قمرية. ده أنا بقولها لك باختصار، لكن أنا شرحها بالتفصيل على اليوتيوب برضه. عايزه مد والممدود. المد هنا في كلمه حازم مد بالايه؟ بالالف. مين الممدود؟ اشطب على الالف هتلاقي الحاء جت معاك، حاء بمد ايديها كده. طيب عايزه تاء ونوعها. تاء مفيش غير الحديقه، دايما بتكون في الاخر، التاء بتكون في الاخر. الحديقه تاء ايه؟ نوعها ايه؟ مربوطه. ماشي، مربوطه بالطاء مش بالتاء. طيب حرف لثوي طبعا يا جماعه ده كله في كتاب الايمان، في كتاب قطع استخراجيه، انا عاملاها قطع استخراجيه بس وعاملاها بالتدرج اولى ثانيه ثالثه كيجي الكلام ده كله. حرف لثوي يعني حرف بنطلع فيه طرف لساننا. مين هو؟ حرف الذال، اول حرف في القطعه. طيب مد والممدود، انا طلعت بالالف، احاول اطلع مع ابني حرف تاني اللي هو سليم، كلمه سليم او سليم. ماشي، والممدود بتاعي مين؟ احذف المد هتلاقيه الممدود طلع معاك، واعمل كده الممدود مد ايديها كده. طيب حرف مفخم. مفخم ده يعني ايه؟ يعني خصة ضغط قذ، خصة ضغط قذ. انت في كل ده كده بتطلعي حرف من الحروف دي. انت عندك حرف ايه؟ حرف القاف في الحديقة، يبقى طلع القاف. خلاص، واكتب جنب القاف كده الحديقة، واعمل دايره على القاف كده كاني بطلع القاف اللي في الحديقة. طب دي اسئله، ويا ريت يا ريت نعلم ولادنا ازاي هياخدوا الاسئله دي، لان هتقابلهم في اولى ابتدائي في الترم الثاني. اين ذهب الصديقان؟ اقول له الصديقان ذهبوا الى الحديقة. ما حدش يقول لي بقى خلي ابني يكتب ذهب الصديقان، لا اكتب على طول الإجابة، أنا اللي بقول لك كده. الصديقان مالهم؟ ناما ولا ذهبا؟ لا والله هم الاثنين، هم عملوا الاثنين. فأنا أقول له إيه؟ هقول له الأول اللي حصل ذهبا، اللي حصل إن هم ناموا ولا ذهبا؟ لا ذهبا. حازم ونقط، حازم وفاطمة ولا حازم وسليم؟ لا حازم وسليم. كده يبقى خلصنا القطعة بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو انتوا عايزين قطعة من دي تانية تتحل بنفس الطريقة دي وبنفس الشكل ده كل يوم انزل لكم قطعة. اتمنى يعجبكم الفيديو، متنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على صفحة مس ايمان الصح. وما تنسوش برضو الكتاب اللي دايما بفكركم بيه. طبعا في عندنا 2 مستوى اول، ده اللي من سن 3 سنوات لحد 5 سنوات، وده مستوى تاني من سن من سن 4 سنوات لحد 5 سنوات. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، احنا شغالين منه طبعا لان هو كتاب رائع جدا، مواضع الحروف والحركات بالفتح كل ده معانا. وفي طبعا هديه في الاخر خالص هتلاقيها كده اللي هي ايه مس ايمان؟ اللي هي الملحق ده هديه، مش انا مش جايبه لك مع الكتاب، لا ده انا لازقاه في قلب الكتاب عشان خاطر ابنك ما يقعدش يتشتت وكذا كتاب ويضيع والكلام ده كله.
شاء الله الخامه تحفه، الورق ما شاء الله رائع جدا، جايبه لك كميه كلمات كتيره جدا جدا. بصوا منظر كل دي كميه كلمات انا جايباها، الغلافه جميله والكتاب جميل. دي برده المستوى الاولاني بصراحه رائع ومغلف مطلع للناس يعني، فانا عشان كده مش عايزه افتحه. لو عايزين بقى المستوى الاول والتاني تشوفوه بالظبط وبالتفصيل على الفيسبوك برده هسيب لكم اللينك تحت في التعليق، المستوى الاول والمستوى الثاني. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مستنياكم في شيء جديد.